نعرف منين إن التاريخ اللي وصل لنا حقيقي؟ ما يمكن تكون مجرد روايات اتكررت لحد ما الناس صدقتها. وإزاي الإنسان اتعلم يفرق ما بين الحقيقة والأسطورة، لأن فهمنا للماضي هو دليلنا للمستقبل. عشان نعرف الإجابة لازم نرجع للبداية ونشوف أصل فكرة التاريخ نفسها جت إزاي. في الأول ما كانش فيه مؤرخين أصلا، كان في ناس بتحكي إيه اللي شافته وناس تانية تضيف عليه، والحكاية تنتقل من جيل لجيل. وساعتها كان معنى التاريخ أقرب لمعرفة الزمن وحساب الأيام من خلال حركة النجوم والكواكب. لكن مع الوقت الفكرة دي اتطورت، واكتشف الإنسان إن التاريخ مش مجرد أرقام، ده علم بنفهم منه إزاي عاش البشر وتفاعلوا مع الكون حواليهم في كل زمان ومكان. وأول ظهور للكتابة كان في حضارة بلاد الرافدين ومصر القديمة. والغريب إن أقدم النصوص التاريخية اللي وصلت لنا كانت خليط ما بين الحقيقة والأسطورة. السومريين في العراق اخترعوا الكتابة المسمارية وبدأوا في التدوين وكتابة أسامي الملوك، لكن معظم كتاباتهم كانت مزيج بين الواقع والخيال. يعني تخيل تفتح أقدم سجل تاريخي، تلاقي فيه ملك حكم البشر لآلاف السنين، وملك تاني صاحب الوحوش وحارب معاهم الآلهة. أما في مصر القديمة استخدموا النقوش لتخليد الانتصارات والأنساب، وده اللي ساعد الكاهن مانيتون يقسم تاريخ مصر ل 31 أسرة حاكمة. وفي الصين القديمة كانوا بيعتقدوا إن السماء نفسها هي اللي بتمنح الحاكم حق الحكم، ولو ظلم شعبه أو فسد حكمه السماء تسحب منه الحق ده. وعشان كده كان التاريخ عندهم مرتبط بفكرة العدالة الكونية، لحد ما جم اليونانيين وأشهرهم هيرودوت، وكانوا من أوائل الناس اللي حاولوا يفسروا الأحداث بعيدا عن الأساطير. لكن من المفارقات العجيبة بقى إن التاريخ في أوروبا دخل في حقبة مظلمة في العصور الوسطى، في حين إنه كان واصل لأعلى مراحل ازدهاره في الشرق. والسبب إن كتير من الكتابات التاريخية في أوروبا غلب عليها الجانب الديني والوعظي، فكان الهدف منها العبرة الأخلاقية مش توثيق الحقائق والأحداث. فأصبح التاريخ عبارة عن ساحة معركة بين الخير والشر. أما في الشرق والدول الإسلامية كان الموضوع مختلف، المسلمين كانوا محتاجين يوثقوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لأن الخطأ هنا ما كانش مجرد خطأ في نقل الأحداث أو نقل حدث تاريخي، لكن ممكن يأثر على فهم الدين كله. ومن هنا ظهر علم عظيم اسمه علم الإسناد، اللي قدروا من خلاله يعرفوا مين قال لمين لحد ما يوصلوا للراوي اللي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ده غير علم الجرح والتعديل اللي كان بمثابة البحث الجنائي لكل راوي في السلسلة، عشان يعرفوا عن كل شخص هل هو صادق، ذاكرته قوية، وهل كان عايش في نفس الفترة اللي عاش فيها الراوي اللي قبله ولا لأ. ولو في شرط واحد من دول سقط، الحديث كله يترفض أو يبقى رواية ضعيفة. وأسمى معاني الأمانة العلمية ظهرت في تعدد الروايات، لأن أحيانا اختلاف التفاصيل الصغيرة بيكونش دليل على الكذب، لكنه دليل على الطبيعة البشرية نفسها. تخيل معايا كده 3 أشخاص حضروا نفس الموقف، مستحيل يحكوا اللي حصل بنفس التطابق الحرفي حتى لو كان كلهم صادقين. ممكن واحد يركز على الفعل والتاني يركز على الكلام اللي اتقال، وبكده تعدد الروايات بينقل لنا المشهد بشكل كامل، كأن في كذا كاميرا بتصور نفس الحدث من زوايا مختلفة. نرجع بقى لأوروبا اللي بدأت تفوق من العصور الوسطى، وبدأ المؤرخين الأوروبيين يحطوا قواعد لنقد الوثائق وفحص المصادر. واللي اتفاجئوا بعد كده لما العلماء المستشرقين بدأوا يدرسوا لغات الشرق وتراثهم، إن كل ده كان موجود من زمان في التراث الإسلامي، والمسلمين كانوا مطبقينه في علم مصطلح الحديث. والمثير للدهشة أكتر لما وقعت في إيديهم مخطوطة مقدمة ابن خلدون، ولقوا إن راجل عربي كان عايش في العصور الوسطى هو اللي حط أسس علم الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع، واتكلم عن أسباب نهضة الدول وسقوطها، وتأثير العصبية والبيئة والاقتصاد في تشكيل الحضارات. وفي النهاية التاريخ كان رحلة طويلة من المحاولة والخطأ، بدأت بكلام يتقال زي الحواديت، وبعدين اتحفر على الحجر لحد ما الإنسان ما بقاش يكتفي إنه يسمع، بدأ يسأل ويدور ويحاول يفرق بين الحقيقة والأسطورة بنفسه. وعشان كده قبل ما نفكر في بكرة لازم نفهم امبارح الأول. لو محتاج تعرف أصل أي فكرة قول لنا عليها في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تعرف أصل حكايتنا الجاية. نشوفكم الفيديو الجاي.